السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني في قناتكم فسحة. موضوع الليلة هو الورطة التي أصبحت فيها المملكة العربية السعودية بعد إعلانها عن مقتل خاشقجي في شجار بالأيادي. نعم، شجار بالأيادي كما أتى هنا في هذا المقال وعدة مقالات أخرى عنونتها العديد من الجرائد العربية والأجنبية. سنقرأ عليكم المقال ونعلقه بعد ذلك. أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قبل قليل بإعفاء سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه، وكذلك أحمد العسيري رئيس المخابرات العامة. يعني لاحظوا أن هنا رئيس المخابرات العامة تم إعفاؤه، يعني إن لم يكن هناك تورط للمخابرات السعودية كما كان يتهمهم، يعني كما كانت تتهمهم جميع الجهات، فلماذا يتم إعفاء رئيس المخابرات؟ من جهته صرح النائب العام السعودي أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في أسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيادي مع المواطن جمال خاشقجي، مما أدى إلى وفاته رحمه الله. يعني عذر أقبح من زلة. يعني بعد أن أنكرت السعودية وفاة خاشقجي وأنها تعرف أي شيء عن خاشقجي لمدة يعني تفوق 15 يوما، وهم يتهربون من مسؤوليتهم، وأنه لا يعرفون شيئا عنه. فجأة أصبحوا يعرفون، يعني يتكلمون عن شجار وقع داخل القنصلية. يعني كيف لشجار أن يقع داخل القنصلية ولا يعلم به أحد لمدة تفوق 15 يوما؟ ونتمم الخبر. وتؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية. يعني تصور معي شجار بالأيادي يتورط فيه 18 شخصا وداخل القنصلية السعودية ولا أحد. عندما تسأل القنصلية السعودية والمملكة السعودية عما حصل، هم لا يعلمون شيئا عن خاشقجي. وفجأة نتائج تحقيقات تظهر أن هناك 18 شخصا متورطا في هذه القضية. يعني عملية اغتيال لا يوجد أغبى منها في العالم. يعني سياسة هذه الدولة لا أعلم، يحكمها أشخاص وضعوا بطونهم مكان رؤوسهم. والله لا أعلم ما هذا الغباء اللامتناهي وكثرة العجرفة والتعالي على باقي الدول وقمة الغباء، قمة الغباء. ويلصقون التهم بدول أخرى، قطر وتركيا والإرهاب وكذا وكذا وكذا. نتمم. واختفت آثار خاشقجي في 2 من أكتوبر الجاري عقب دخوله قنصلية بلاده في أسطنبول لإجراء معاملة رسمية كما يعرف الجميع. يعني في قضية زواجه لإجراء بعض الوثائق الضرورية ليقوم بزواجه، وأدى ذلك إلى تصاعد المطالبات الدولية للرياض بتفسير ملابسات الاختفاء والكشف عن مصير الصحفي السعودي منذ ذلك الوقت. والسعودية في ورطة عليها أن تبرر، لأن الكاميرات التي رصدت خاشقجي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية لم تتمكن من تصويره وهو خارج من القنصلية السعودية. يعني أكثر من 15 يوما من الأخبار والترهات والدفاع في الإعلام المأجور، الإعلام السعودي والمنابر التابعة له من الإعلام المصري أيضا. يعني عدة منابر تدافع عن السعودية وترمي الإخوان وترمي قطر وترمي تركيا وكل من اتهم السعودية. ففي آخر المطاف يظهر أن السعودية متورطة. يعني هذا التصريح وهذا الاعتراف ونتيجة التحقيق يعني لا تعفي السعودية بل تورطها أكثر أمام المجتمع الدولي. والورطة هنا واضحة وارتباك واضح وأغبى عملية اغتيال، كما أن دونالد ترامب دخل على الخط
نقرأ في هذا المقال ما الذي جاء به دونالد ترامب. تفاصيل اختفاء خاشقجي يوم الاثنين المقبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة إن الولايات المتحدة قد تدرس فرض عقوبات في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ أكثر من أسبوعين. وأضاف في حديث للصحفيين في سكوتس دايل بولاية أريزونا: سأشرك الكونغرس بجدية لتحديد ما يجب فعله، مشيرا إلى أنه سيعرف الكثير حول قضية خاشقجي بحلول يوم الاثنين المقبل. يعني هذا توعد جديد. يعني أنا أعتقد أن السعودية ستدفع أموالا طائلة لترامب كما يتعامل معهم دائما بإذلال، يذلهم إخواني إذلال الكلاب. يعني يدفعون ورؤوسهم مندحرة أمام المجتمع الدولي، وتراهم يتعالون ويتكبرون على العرب وإخوانهم، ولا يعني أراد الله أن يذلهم إذلالا. يعني هذه الحكومة الفاشلة، أنا أوجه كلامي لسياستهم وحكومتهم ومسؤوليهم، يعني لا أوجه كلامي لأي شخص آخر. وأضاف في حديث للصحفيين: واختفت أثر خاشقجي في 8 أكتوبر عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإجراء معاملة رسمية، وأدى ذلك إلى تصاعد المطالبات الدولية للرياض بتفسير ملابسات الاختفاء والكشف عن مصير الصحفي السعودي. يعني إلى هنا ينتهي هذا المقال. يعني صراحة شيء مضحك كما أنه شيء مخزي ومبكي. يعني فيما يخص مصير صحفي، يعني السعودية تتوجه توجها خطيرا وعشوائيا وغبيا في تصفية واعتقالات كل من خالفهم الرأي في زمن تتحكم فيه وسائل التواصل الاجتماعي في جميع الأخبار. يعني مهما كنت تعتقد أنك بعيدا على أن تصل أخبارك إلى العالم، يعني ففي رمشة عين تجد الخبر وصل إلى أماكن بعيدة جدا عنك. فهذا زمن التواصل وزمن الأخبار. يعني انتهى زمن الأخبار الرسمية التي لا تنطق بها إلا الإذاعات الرسمية التابعة لدول وتابعة لمنظمات وأحزاب. يعني انتهى هذا الزمن، زمن غسيل الأدمغة. فالكل أصبح بإمكانه الآن أن يعرف الحقائق مهما أخفتها الدول وخصوصا دولة السعودية التي أصبح المجهر منصبا عليها من العديد من الدول نظرا لتصرفاتها اللا قانونية واللا إنسانية والعشوائية والغبية جدا جدا. يعني منذ تنصيب سلمان وهو يضرب ضرب عشواء، سواء من اعتقال الأئمة والشيوخ لمجرد مخالفته الرأي، أو حتى إن لم تخالفه الرأي وكنت يعني مواليا له وقمت بإبداء رأي في قضية هو يرى عكسها، يعني يقوم بالاعتقال مثل ما حصل مع الشيخ سلمان العودة والعديد من الأئمة والعديد من الشيوخ الذين يقبعون في السجون. وهناك إشاعات عن إعدام بعض الأئمة والشيوخ أيضا لتستمر السعودية يعني تغلق، تصم آذانها وتغلق أعينها عن توجه المجتمع الدولي، وترفض الإنصات والاستماع وتصحيح الأخطاء. يعني هذا لن يؤدي إلا إلى نهاية هذه السياسة، نهاية مأساوية. أتمنى ألا تكون لها آثار على الشعب السعودي والشعب المسلم، لأن صراحة ما تقوم به من حتى وصلت الدرجة إلى أن بعض الدول العربية التي مواقفها تخالف توجه سياسة السعودية تم منع مواطنيها من أداء مناسك الحج
مثل قطر وبعض الشخصيات الأخرى من مناطق أخرى من العالم، يعني كعبد الله الشريف، ويعني كل من خالفهم الرأي. بعض الأسماء هي موضوعة على قائمة، يعني إذا ذهبت لطلب فيزا للسعودية وأنت شخصية معروفة ومواقفك السياسية تخالف مواقف توجه الحكومة السعودية، فأنت تمنع من الحج فقط لأنك أبديت رأيك لا لشيء إلا هذا. يعني دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. كان هذا الفيديو ارتجاليا شيئا ما، لأنني منذ مدة لم أضع فيديوهات، ولأنه لا يتوفر لدي الوقت الكافي لكتابة المقالات، فقلت اللهم أقوم بالارتجال وأجعل القناة أيضا، يعني في ظل ما يحدث، في ظل الأحداث الساخنة التي تكتسح الوطن العربي، فعلي أن أتابع التفاصيل ولو بهذه الطريقة. يعني على الأقل أن أبقى على تواصل معكم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. لا تنسونا من لايكاتكم وشيراتكم وكومنتاتكم.